السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام زياد وجودي وحبايب قلب مطبخ جودي الفرفوشة. قررنا نعمل كوسة وبتنجان وفلفل ومحشي اللي بنتي طالباه وبتحبه جدا جدا جدا. جبت الكوسة وقورتها وغسلتها، والفلفل والبتنجان زي ما انتوا شايفينه كده غسلته كويس جدا وقورته وظبطته وخليته على احسن حال زي ما انتوا شايفين. وجودي بنتي عماله تلعب في قلب الكوسه عشان هي جايه مبسوطه جدا جدا من الدرس، وقالت انا عاوزه اكل يا ماما محشي، فقررت ان انا اعمله لها. دي خضرة المحشي، الكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس غسلتها وقطعتها وجهزتها. وديت الصلصة بتاعت المحشي برضو سبكتها وجهزتها علشان خاطر تبقى معانا سريعة. وساعات انا بعملها اصلا كمان بتبقى جاهزة في التلاجة، بطلع اسخن على طول وبقوم جاية مجهزاها لأي محشي لأي طبيخ لأي حاجة. جبت الرز وغسلته وجهزت الأطباق بتاعتي علشان خاطر يبقى كل حاجة معايا جاهزة. غسلت الرز وحطيته و... وجهزت الصلصه بتاعتي وقطعت الخضره بتاعتي وجبت بصل كمان وفرمته. دي تركايه حلوه قوي قوي قوي، عاوزه كل بنت وكل ست شطوره ممكن تعملها كده. غسلناه وحطيناه، وجودي طبعا جنبي عماله تصورني، بنتي حبيبه قلبي ربنا يبارك فيها يا رب. غسلت الرز وصفيته كويس من الميه وقمت جايه حطاه في الطبق بتاعنا زي ما انتوا شايفيني كده. ما تنسيش يا حبيبه قلبي وانت بتتفرجي معايا وبتشوفيني وانا بعمل المحشي كده، ما تنسيش تحطي اللايك وما تنسيش تفعلي زر الجرس. ولو انت ما عملتليش اشتراك اجري بسرعه اعملي لي اشتراك عشان لو انت عايزه اي حاجه جديده اعملها لك. حطيت خضره المحشي، ودي البصل المفروم اهو. في ناس بتحب البصل المفروم وفي ناس ما بتحبوش. انا كده كده حاطه بصل في الصلصه، بس برضو انا بحب ازود البصل معايا بيديني طعم حلو قوي قوي في قلب المحشي. جربيها هتعجبك قوي قوي. اي حاجه انا بعملها في قلب بيتي انا بقولها لك علشان خاطر تجربيها وتكتبي لي في الكومنتات وتقولي لي رايك ايه. المحشي بالذات بيبقى كل واحد كل شيخ وليه طريقه، بس احنا بنحاول ان احنا نعمل ابسط طريقه للناس اللي تحب تعمل محشي على السريع. وممكن تجهزي الصلصه ديت او التقليه ديت تجهزيها عندك في التلاجة من قبلها بيوم او بيومين، تبقى عندك جاهزه تبقى جميله جدا. عملت الخلطة زي ما انتوا شايفين في أرضية الحلة. بقطع بصل وبقطع طماطم علشان تديني طعم معايا في للمحشي، ومنه ما تخليش المحشي معايا يلزق في الأرضية تحت. دي بتبقى الطبقة العازلة بتاعتنا. الحشوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت لها ملح والبهارات بتاعتها زي ما تحب حطي. انا بحط حاجات بسيطة جدا، بيبقى فلفل وكمون وشوية ملح ولو حابة تحطي مرق الدجاج تمام مفيش مشكلة. وبقلب الخلطة وبتطلع معاكي زي ما انت شايفاها كده. بنقطع الخضار بتاعنا اللي هو البصل والطماطم وبنحطه تحت، وممكن تحطي برضو ال ال من الخضرة المحشي برضو ممكن تحطي منها تحت برضو في الأرضية الحلة بتبقى كويسة جدا. بتبدأي بقى تحشي زي ما انت شايفاني كده. انا بدأت ان انا احشي، بس انا كنت بوريكم ان احنا بنحط الكوسة او البتنجان بتاعنا بيبقى واقف. بنحشي، وانا قعدت كملت طبعا كميه الحله كلها طبعا لوحدي وخلصتها علشان تبقى معاكم. انا بس يعني كنت بوريكم واحده من الكوسايه، واحده من البتنجانيه واحده فلفلايه. يعني مش الحله كلها، ما انا مش هقعد احشي الحله كلها. انت بقى زي الشطوره كده بقى، وتبقي شطوره كده وجميله وتقومي جايه معبيه المحشي بتاعك يا حبيبه قلبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. خلصنا الحله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، خلصناها وحشيناها وظبطناها. وكنا جايبين اوراق عاملينها جنب منها عشان ناخد منها شوربه. ما ينفعش. انا بالنسبه لي في ناس بتسقي المحشي بالميه، انا لا، انا بحب اسقي المحشي بشوربه. شوربه فراخ، شوربه لحمه، ممكن تعملي انت شوربه عندك تبقى سريعه وجاهزه كده. انا بس كنت عامله وراك، طلعتها عملتها وعملت عليها شوربه وسقيت بها المحشي زي ما انت شايفه كده. لما بتيجي تسقي الكوسه والبتنجان ما بتبقاش الحله مليانه على الاخر، بتبقى ناقصه عقله صباع كده علشان تظبط معاكي وما يبقاش المحشي غرقان قوي شوربه، ولا تبقى ميته كتير. المحشي بتاعنا غلي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا وشفا لله هياكل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلصنا المحشي بتاعنا الجميل. اللهم صل على النبي. ست البنات جودي تؤمر واحنا ننفذ. عملنا لها محشي الكوسة، محشي الفلفل، محشي البتنجان، احلى محشي مشكل. وعملنا جنب منها وركين وحمرناهم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم صل على النبي. وكل اللي ما عملش اشتراك لمطبخ جودي الفرفوشه يعمل اشتراك يا حبيبه قلبي.
وي